السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم من جديد في القناة تاعنا. ما تنساش خوتي جام اشتراك في القناة كما العادة. خلونا نشوفوا كل جديد وكل حصري لاتحاد العاصمة. اليوم راح نحكوا على بيان اتحاد الجزائري لكرة القدم. واش قال؟ نبداو نقرا لكم من بعد نحلو شوية. هذا البيان: يعلن اتحاد الجزائري لكرة القدم الرابطات والنوادي كرة القدم عن استئناف تدريجي لكل نشاطات ومنافسات كروية ابتداء من يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023. رانا قلناها من قبل باللي 10 نوفمبر، على أن تجري المقابلات دون جمهور وفق نفس الرزمنة المعتمدة لموسم 2023-2024 إلى غاية إشعار آخر. المهم نعطو ملخص بسيط: البطولة سوف تعود يوم 10 نوفمبر وبدون جمهور. رانا لمحنا عليها في الفيديو السابق بهضرة خفيفة كما نقولوا. المهم، معلومة أخرى: الجمهور لن يعود للمدرجات على الأقل حتى شهر ديسمبر. قرار يفوق كل مسؤولي كرة القدم في الجزائر خوتي، والمباريات البطولة الإفريقية غير معنية بهذا القرار، وهذا القرار الكهولي. الحقيقة خوتي، البلاد هذه رايحة للهاوية، هذه دوها رسميا. ما على باليش واش السبب اللي يخلي الجمهور ما يدخلش للملعب. علاش؟ اعطونا سبب، لازم تبرير. اعطونا سبب، معليش ما ندخلوش للملاعب. اعطونا السبب فقط. سبب فلسطين او خايف من حراك شعبي من جديد؟ وعلاش؟ اعطونا سبب. واش رايكم خوتي؟ ما هو سبب منع جمهور دخول الملعب؟ كي تبدأ في المنتخب الوطني عادي، الأندية لا. لماذا؟ أعطونا سبب. على بالي باللي بدون سبب. أعطونا كذبة من عندكم، موالفين تكذبوا علينا. أعطونا كذبة، كذبة حلال كما يقولوا. دير سبة لروحك. ما فهمتش. أعطونا خوتي، أعطونا رأيكم. أنا راسي حبس من تنظيم الكهول هذا.